شوفوا يا اخوان، مستعمرة واحدة من الخنافس الرومل هذه، شريتن خنافس، ما شريتن ديدان، شريت خنافس. شوفوا سويت لي كم مستعمرة، واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع. تشتري خنافس، أنصح تشتري خنافس، لا تشتري الدود. اشتري خنافس، وكل 15 يوم بدل، حط بدل. الحين هذا لو اشيل هلقى فيها بيض. الحين بكرة او بعد بكرة بشيل الخنافس هذه واحطها بسطل ثاني، وراح تصير هذه مستعمرة. هذه لهن تقريبا 20 يوم بالصحن هذا، يعني في بيض الحين تحت. اشيلهن واحطهن بسطل ثاني واسوي مستعمرة ثانية. شوف ما شاء الله، من مستعمرة واحدة سويت واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع. وشوف هذا أكبر شيء، شوفوا هذه بدأ يطلع منها يرقات لأنها أقدم واحدة. فأنصح اللي بيشتري الخنافس هذه الرومل يشتري خنافس، ما يشتري دود. ما تلقى حد يبيع، لكن حاول تلقى حد يبيع لك الخنافس نفسها، لأن الخنافس نفسها تسوي لك كذا مستعمرة. لو كل 15 يوم تبدل تطلع لك كم مستعمرة من الخنافس. شوفوا توني حطيت لهم بطاط. شوفوا هذه مستعمرة، حجمهن من الوسط إلى الصغير، يعني توهن ما. وفي أصغر، شوفوا هنا تحت الطبقة اللي تحت شو اسمه، تحت الشوفان. الحين في بس صغيرات، بحاول أبين لكم. شوف تحت البطاطا هذه مثلا، تشوفونهن، هذه تون، هذا إنتاج جديد. شوفوا تحت البطاطا، هذا إنتاج، آخر إنتاج للمستعمرات هذه، كلها طلعت من الخنافس هذه. فالأفضل إنك تشتري خنافس أحسن ما تنتظر ديدان وتصير يرقة وتتحول خنفس، وعلى ما ينضج يعني يصير مستعد للتلقيح. اشتر خنافس وفك نفسك، تطلع لك كذا مستعمرة.